لو بتحبي المعجنات يبقى الفيديو ده ليكي. هاتي 4 كوبايات من الدقيق وعليهم معلقة واحدة من السكر، وكمان رشة من الملح، بصي رشة صغيرة جدا، ومعلقة من البيكنج باودر. انا حسيت انها عايزة سنة فاديتها سنة كمان عشان تبقى المعلقة كاملة. وباكم من الخميرة الفورية، لو انت عندك الخميرة الفورية اللي هي العلب او اللي هو الباكت الكبير، فحطي معلقة كبيرة تكون ما ايه مليانة كده. وهنا يا بنات 4 معالق من اللبن البودرة. وعايزه اقولك بيعلي التيست بتاع الطعم جدا، ما تستغنيش عنه. هنا بقى 2 ظرف من الفانيليا، ولو عندك الفانيليا اللي هي السايده حطي معلقه، اللي هي المعلقه الصغيره يا بنات. عليهم بيضتين، يعني عدد 2 بيضه. انا هكتب لك المقادير في صندوق الوصف، ادخلي على صندوق الوصف خدي سكرين ونفذي بقى. وعايزه اقول لك هتاكلي احلى دونت. يعني بصي ولادنا، انا ما شفتش ولد ما بيحبش الدونت، يعني ما شفتش مش ولد او بنت صغيره. هنا بقى يا بنات معلقه من الخل على البيضتين بقى. وبصي هو كله مع بعضه، احنا ما ضربناش حاجه لسه، انا حطيت كل المكونات مع بعضها. هنا كوبايه لبن عليها معلقه، يعني كوبايه ومعلقه. حطيت كل المكونات دي مع بعض وضربتها كويس جدا جدا. وبعد ما اتضربت معايا في العجان حطيت الزبدة. الزبدة كانت قد ايه؟ كانت 75 جرام، ما يعادل ربع كوباية. بصي اتضربت ضربة كده محترمة. ورحت جايبة الزبدة انت شايفاها كبيرة، لكن انا عايزة اقولك ان الطبق ده بتاع الفنجان الصغير، يعني قليل جدا. عندك ميزان عايري 75 جرام، مش عندك ميزان يبقى هي ربع كوباية. بس بقى اديها بقى ضربة تاني لحد ما الزبده تختلط بالعجينه كلها. في الاول هتحسي ان العجينه بتاعتك طريه، لكن لا، سيبيها تضرب شويه حلوين وبعد كده هتلاقيها بقت معاكي فل يا فل. هوريكي دلوقتي العجينه عامله ازاي. بصي انا بطلعها، هي مش بتلزق، انتي حاسه ان هي بتلزق ولكن لا، هي طريه. بصي هوريكي عامله ازاي، تحسي ان العجينه استك، عجينه مطاطيه جدا وجميله. بصي مش عايزه اقولك قد ايه من اجمل انواع العجاين، يعني اسفه، من اجمل انواع المعجنات. بصي العجينه سلسه كده وجميله. وبصي لا لا، دي لازم تتنفذ يا بنات. إيه الشرح والكلام، لا نفذي عملي. حطيتها تاني في البوله بتاعه العجان وغطيتها بالاسترتش راب. لو انت مش عندك الاسترتش راب غطي باي كيس يكون نظيف، تمام. لان انت لو عامله كميه او العجان بتاعك صغير هتطلع لفوق. غطيتها كويس لمدة ساعة. الجو حر وخمرت بسرعة، رحت ماسكاها بقى على الرخامة، اديتها فردتين كده بالنشابة. جيت اقطعها، ما عنديش القطاعة، طب اعمل ايه؟ اتصرفت. شايفين؟ كوباية، طبق صغير، اي حاجة عندك اشتغلي بيها. اوعي توقفي نفسك على حاجة وما تنزليش تشتري حاجة مخصوص. يعني انا كان الجو ليل وولادي طلبوا، يعني خلاص طلبوا ياكلوا دونيت، هقول لهم لا؟ لا طبعا. اتصرفت. بصي باي حاجه، اي حاجه عندك اشتغلي بيها، مفيش حاجه بتقول لا، كله بينفع والحاجه بتطلع زي الفل. ده طبعا القمع انتوا عارفينه، اللي هي البلبله بتاعت القمع. خرجي بقى اللي هو الزيادات دي، لان احنا لسه هنعيدها تاني. احنا طبعا يعني مش هنسيب حته. هرفع المفرش كده يا بنات وهخرجها من المفرش وهحطها على الصينيه دي. ليه؟ لاني انا بعد التقطيع هسيبها ربع ساعه تاني علشان تخمر. ما هي بتخمر في العجان وبتخمر بره العجان وفي الزيت بتنفش. فاهمين قصدي؟ انتوا هتشوفوا بعينيكم. بس يا بنات انا عملت باقي الكميه كلها. بصي دي انا كنت عايزه حجمها يكون اصغر وتكون مقفوله، فجبت الكوبايه الاستانلس وعملتها بيها. طب ليه؟ عشان انا هحشيها، دي هيكون دونت محشي. بجد يا بنات الدونت من اجمل الحاجات اللي انت ممكن، او من اجمل المعجنات اللي انت ممكن تعمليها في البيت. حلوه قوي. وبصي طريقته، انا هنا سبت الزيت يسخن وما خليتش النار لا هي عاليه ولا هي واطيه، وابتديت اقليها. بصي ما بتاخدش وقت،
ما تخليش النار عاليه قوي عشان ما يتحرقش منك ويبقى ني في النص، وما تخليش النار واطيه قوي علشان ما يشربش منك زيت. شايفه؟ شايفه الجمال؟ بصي جوه عامل ازاي، سفنج سفنج. بصي مستويه قوي وتحسيها سفنجه كده. بصي طالما بينزل وبيرفع نفسه تاني كده، اعرفي ان كده عجينتك ناجحه 100%. هنا بقى انا كنت جايبه شوكولاته بيضه وشوكولاته، عماله اكل. ماشي، شوكولاته بيضه وشوكولاته اللي هي السمراء، الشوكولاته يا بنات. دي بقى المربى، انا كنت جايباها من عند الحلواني. ليه يا بنات؟ علشان بتاعه الحلواني ما بتبقاش فيها اللي هي القطع بتاعه الفاكهه، لا بتبقى ايه، بيبقوا شايلينها منها كده وبتبقى للحشوات يعني. المهم دخلتهم بقى الميكرويف مع معلقه من الزيت اللي هي الشوكولاته، سيحتهم ورحت جايبه الكميه كلها وبمعلقه العسل. بصي بقى، مش قلتلك مش بنقف على حاجه؟ دخلت كده معلقه العسل وفضلت اوديها شمال ويمين عشان تاخد مني كميه مربى اكتر. حشيت المربى. بصي هروح نازله في الشوكولاته، سواء البيضه سواء السمره، الاتنين موجودين معايا. بس عملت بقى كل اللي هو مقفول بالطريقه ديت. يعني المقفول انا حشيته، واللي مش مقفول لا ما حشيتهوش، ما مش بيتحشي. وفاكرين كانت صغيره ازاي؟ بصي ارتفعت قد ايه جوه الزيت اهو. بصي، وانا يا بنات كنت قاصده ان انا اخلي لونه كده عشان يبقى فيه سنه قرمشه من بره، ولكن كان سفنج بجد يا بنات. بس خلصت كل الكميه وهوريكي في الاخر انا عملت ايه او زينت ازاي. لو مش عندك معلقه اللي هي الخشب دي بتاعه العسل، برضو باي حاجه يعني، لو بمقوار هتعمليها. بصي بقى، دي اللي هي الكميه اللي بالشوكولاته. جبت كده كيس نظيف ورحت حاطه فيه شويه من اللي هي الشوكولاته البيضه، وفضلت اروح كده واجي اروح واجي عشان يبقى زي الجاهز بالظبط. وعايزه اقولك بصي انا مش بحب الحلفان كتير، بس صدقيني كان طعمه احلى من الجاهز. بامانه جربيه بالطريقه ديت وما تقوليليش في كومنت غير لما تجربيه، عشان انا واثقه ان هيعجبك. دي بقى اللي هي الحتت الصغننه اللي كانت بتطلع من النص، حطيت عليها الشوكولاته البيضه واديتها ايه حاجات تاني كده اضافيه هبقى اوريها لك. دي بقى الشوكولاته السودا حطيتها على اللي هي ايه الدونيت اللي عليها شوكولاته بيضه. التزيين ده بتاعك انتي، حطي بقى اي حاجه، اي حاجه عندك عايزه تزيني بيها زيني. برضو حطيت على دولت الشوكولاته البني، وهوريكي برضو هحط ايه تاني، ما انا مش هوقف على كده. ده صوص الكراميل، حطيت صوص كراميل. اللي هي الازازه التركواز دي يا بنات دون شوكولاته بالبندق، بس انا مرضتش احطها لان هي كده كده عليها شوكولاته، ايه الفايده يعني؟ تديني شويه من طعم البندق، طب ما الشوكولاته سما حلوه مش وحشه. على فكره يا بنات شوكولاته سما من اجمل انواع الشوكولاتات اللي انا جربتها، يعني جربت كتير بصراحه ما عجبنيش غير سما. المهم بقى يا بنات انا هستنى رايكم في التعليقات، بس بعد ما تجربوا وتقولوا لي ايه رايكم. وما تنسينيش بقى لو انت لسه ما اشتركتيش في القناه، يشرفني متابعتك، وبجد بجد بفرح قوي لما بلاقي تعليقاتكم الجميله اللي بتفرحني. ربنا يفرحكم يا رب زي ما بتفرحوني، واشوفكم على خير في فيديو جديد، ودمتم في رعايه الله سالمين. مع السلامه.